مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأهلي مع الترجي التونسي في رادس. مباراة منتظر منها الكثير، مباراة تجمع فريقين كبيرين عملاقين كبار أفريقيا يلتقون في نصف نهائي دوري الأبطال وبدون حضور جماهيري. فمن سيفوز، الأهلي أم الترجي التونسي؟ ونتمناها أن تكون ليلة أهلوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في البث المباشر الحصري لمباراة الأهلي مع الترجي التونسي. كولر هيعمل ايه النهاردة؟ يلا بينا نبدأ على طول في تشكيل المباراة. كولر قرر ان هو يلعب ب4-3-2-1. في حراسة المرمى محمد الشناوي، على اليمين المتألق منذ فترة ومنذ إصابة أكرم توفيق محمد هاني، وعلى الشمال علي معلول. في قلب الدفاع وفي ظل غياب أو إصابة محمود متولي، ياسر إبراهيم بيحل مكانه، بجواره محمد عبد المنعم قلب الدفاع. أما بيلعب 3 في نص الملعب ديانج، حمدي فتحي، والمتألق مؤخرا مروان عطية اللي حجز مكانه بشكل رسمي. اما في الهجوم قرر ان هو يلعب ببيرستاو اللي بيعتمد عليه كولر الفترة الماضية، وكمان بجواره حسين الشحات. وفي الهجوم هيلعب بالمتألق ايضا محمود عبد المنعم كهربا. مباراة ان شاء الله هتقام في الساعة 10 مساء، يعني نقدر نقول متبقى عليها دقائق بسيطة. وان شاء الله هنكون معاكم اول باول وهنوفيكم بكل جديد، لكن ما عليكم سوى الاشتراك في القناة وتفعيل ايضا زر الجرس. وكمان ما تنسوش تتوقعوا مباراة النهاردة مين هيفوز، وكمان توقعوا في كومنت بنتيجة المباراة. منتظر منكم تعليقاتكم. دمتم بخير.